إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. يا رب حرم هذه الجباه الراكعة عن الساجدة عن النار. اللهم كما جمعتهم فوق أرضك على ملكك في بيت من بيوتك، يا رب اجمعهم غدا على أرائك جنتك متقابلين، وحرم هذه الوجوه عن النار يا رب العالمين، واستعملنا في طاعتك يا رحمن، واجعل خير أعمالنا أواخرها. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واكتبنا فيه من الفائزين والمعتقين من النيران يا رب العالمين. هنيئا لكم أيها الأحبة قرب هذا الموسم. بعد أيام قلائل سيصدر الأمر الملكي من الملك جل وعلا بأن تغلق أبواب النيران، وأن تصفد مردة الشيطان، وأن تفتح أبواب الجنان، وأن تزين الجنان لقدومكم. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب. هنيئا لكم أيها الأحباب. والله الذي لا إله غيره، لو سجدنا على الحامي من الإبر وسجدنا على الشوك والله لا نكافئ نعمة بلوغ رمضان. أحبنا فأمد في آجالنا وابتلى بالموت غيرنا، أحبنا فبسط لنا في العافية والآجال، وغيرنا تحت الأرض يئن. والله إن تحت الأرض أنين وبكاء وصراخ، يتمنون يوما في رمضان، يتمنون ركعة من ركعاته، يتمنون تسبيحة أو تهليلة، وأنتم بحمد الله مد الله في آجالكم. فها هو الموسم المبارك، قرة عين كل مسلم، متجر أهل الإيمان، رمضان، ذاك الشهر معاشر الأحباب الذي لا يدركه كل عام إلا الأحياء. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. تأملوا أيها الأحباب في من يقبر في العام الماضي. رجل أراد أن يتبضع ويشتري لباس العيد لبنية له وله هو أيضا، وقال سأشتريها أواخر شهر شعبان. خرج في آخر يوم من شعبان ليستلم ثيابه، الثياب التي خرجت من الخياط وفستان بنيته، وقبل غروب الشمس أي قبل دخول موسم الجنة هذا يقع عليه حادث. التفت ليعدل فستان صغيرته ويقول لها انتبهي، فلما التفت إذا هو أمام ناقلة دخل تحتها وما خرج. أنزلوه وصلوا عليه أيها الأحباب بعد التراويح التي كان يريد أن يصليها مع الناس. رحل. أحبابي، إن بلوغ جنة رمضان لجنة قبل الجنة. إنها نعمة، إنها منة، إنها منحة، كيف لا؟ والله جل في علاه له من يزف إلى الجنان ويعتق من النيران كل ليلة من ليالي رمضان. ترفع قوائم المعتقين من النار. أناس لربما قبل رمضان ليسوا من أهل الجنان، تلطخوا بالآثام وتدنسوا بالعصيان، فما أن يكبروا أول يوم من رمضان تصوم البطون والجوارح وتعف الفروج ويخبت الصائم ويضعف إلحاح الشيطان عليه، فعند الفطور إفطاره تخرج من عينه دمعة توبة ودعوة صادقة، فيعلن الله لملائكته
أعتق رقبة فلان من النار فلا يدخلها، ويرفع كل ليلة عتقاء حتى يكون في آخر ليلة من لياليه ما لم يعتق في الشهر كله يعتقه الله الكريم الجليل الجواد في آخر ليلة. نحن على موعد لمن لم تعتق رقبته من النار أن يعتقه الرحمن. كيف لا نفرح؟ كيف لا نفرح وأبواب النيران التي والله تلهب القلوب. وإذا تذكر العبد ذنوبه ثم تذكر نصب الموازين وتذكر الصراط الذي سيضرب على متن جهنم، والله الذي لا إله غيره إن القلوب تنخلع. لكن يعزيه أن الصيام والقيام ورمضان والقرآن يشفعان يوم القيامة لصاحبها. الصيام يقول أي رب شفعني فيه، صام وترك شهوته لأجلي. والآخر يقول القرآن حرمته النوم لأن الليل يقرأه، قال فيشفعان فيشفعان. أحبابي، من أراد أن يتذكر نعمة بلوغه فليمر المقابر، فإن لم يلن قلبه فليذهب إلى المصحات. اذهب إلى المرضى. عجوز في مستشفى في الرياض أتاها طبيب الكلى وقد فشلت كلاها، لديها ارتفاع ضغط وعندها سكري وعلى العربية تدفع. قال لها الطبيب الشفيق أماه لا تستطيعين الصوم، فبدأت تبكي وتضع يدها على رأسها وتقول يا دكتور وش عذري أمام الله، وش عذري أمام الله؟ الناس يتقربون إلى الله بالصيام وأنا ونمك، هي تسميه أمه، ونمك الناس يصومون ونفطر، والله ما لي عذر أمام الله، فتبكي. فمر عليها طالب علم فقال يا أم فلان الله يعطيك أجر الصيام ولو أفطرت، فإن الله يعطي كل مسافر أو مريض ما كان يقيم عليه صحيحا مقيما. أبشري بالخير. يقول لي ابنها يا شيخ أمي لها عجائب، أمي من حب الصلاة تقول يوم قصصت لها نعيم الجنة قلت يا أمي إذا دخلنا الجنة ما في الجنة صلاة إنما هو نعيم ونلهم التسبيح كما نلهم النفس. قالت يا عيباه يا خزياه أدخل الجنة عقب ما دخلني الجنة ربي ولا صلي، والله لتوزى تحت شجيراتها وصلي. شافوني ولا ما شافوني والله ما اترك الصلاة. انظروا إلى القلوب المنعقدة حبا للصلاة ثم منعقدة حبا للصيام. ونقول للقلوب اللي لا زالت لم تفرح متى تفرح؟ أمد الله لك في العافية وأمد لك في الأجل، والله أنها نعمة، والله أنها جنة. أتدري أن ذنوب العام الماضي كله يكفره رمضان؟ يقول عليه الصلاة والسلام رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، وقبلها الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فافرح يا عبد الله. وهي رسالة المرضى انظر إليهم وهم ينظرون. كان معنا ناس ما جتهم جلطات، الآن صاحب الجلطة التي أخفت معالم عافيته ما يستطيع يقف خلف الإمام، ينظر للمصلين وفي عينه دمعة وفي حلقه غصة، يتمنى أن لو كان مع القائمين الصائمين. يا أخوان احمدوا الله من قلوبكم، والذي بعث محمدا بالحق إننا في نعمة. بعض المرضى يقلبون على سررهم، بعض المرضى يقلبون حتى لا تأكل. ترى ما بيننا وبين أن نكون معهم على السرر نقلب إلا أن الدم يتوقف هنا، فلو توقف قطعة دم صغيرة في المخيخ انشل الإنسان شللا كاملا، وإذا توقف قليلا في المخ فإنه ينشل شللا نصفيا، ولربما صار فاتحا فاه فاغرا فاه لا يدري من حوله. يا ربي لك الحمد، ربنا لك الحمد. هذا الموسم أيها الأحباب وهو موسم الصيام لي معه وقفات. الوقفة الأولى، واسمحوا لي إن أحزنت قلوب بعضكم ولكنها لا بد أن نقولها. هل أنت متأكد على أن الشهر الماضي شهر رمضان العام الماضي
هل أنت متأكد أنه قد رفع؟ أم أن بعضنا يدخل في هذا العام على رمضان 1437 وهو عام 1436 ما رفع بعد؟ أتدرون من المحروم؟ أتدرون من الذي عادى نفسه؟ أتدرون من الظالم لنفسه؟ هو الذي أحسن ظاهره وباطنه خراب بلقع، ذاك الذي يصوم بطنه وما صام قلبه. إذا كان عبد من إخواننا الآن أو أخت بينه وبين مسلم شحناء من السنة الماضية إلى الآن، معنى ذلك عام كامل ما رفعت له ركعة، وعام كامل ما قبلت له طاعة. ولو كان في ظاهره أطوعنا وأتقانا وأفضلنا وأكرمنا وأجملنا سمتا ومظهرا، فإنه إن كان في قلبه غل ساقط من عين الله، مطرود من رحمة الله، مقطوع من كل بر ونفع. صيامه لرمضان لا يحقق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما قال ربي لعلكم تجوعون ولا تظمؤون ولا تعرقون، قال لعلكم تتقون، والتقوى محلها القلب، قال التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره عليه الصلاة والسلام. فهل مكان التقوى في صدرك خال من الأدواء والأمراض، بغض، حسد، كبر، عجب، رذيلة من رذائل الغيبة، النميمة، أي داء؟ رجل، امرأة، محبوس في صدرك بسبب البغضاء. إن كان في صدرك مساجين فأحسن الله عزاءك في رمضان، حتى تطلقهم وحتى تعفو عنهم وحتى تغسل قلبك من الغل نحوهم. لما؟ لأنك تأتي رمضان وأنت محمل بالآثام، كما أني وأنت، أنا وأنت أذنبنا وظلمنا أنفسنا، ونطلب من العظيم كرما من عنده يغفر لنا. قبل أن تطلب المغفرة اغفر للمؤمنين. تبي العفو اعف عن المؤمنين. تريد الصفحة اصفح عن المؤمنين. كيف تأتي بقلب محمل بالآثام ثم تقول إني أريد العفو؟ الله غفور، الله كريم، لكن قال في خاصة العفو علق عفوه جل في علاه على عفوك أنت لعباده، فقال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لو قيل لأحدنا في رمضان، ولو أنها تأتي رسائل جوال، قيل له رسالة عفى الله عنك وأبشرك أن الله أعتقك من النار بشرط اذهب لفلان الليلة وقبل رأسه واصفح عنه، تروح ولا ما تروح؟ الله يعلم. تذهبون؟ أنا بذهب ماني مقبل رأسه، بقبل رجله يا شيخ، عسى الله أن يعفو عني ومهر الجنة غالي. ما تقبل لا رجله ولا يده، سلم عليه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إن أكبر مصيبة تحل على الصائم هو أن ترفع أعمال العباد إلى الله إلا عمله هو أنت. كلما همت الملائكة برفع العمل قال الله أنظروا أنظروا، وبعضنا له 7 10 20 سنة ما رفعت له ركعة بسبب واحد من عيال عمه أو جار من جيرانه أو صاحب من إخوانه. إن رمضان مدرسة التقوى، والتقوى مكانها القلب، والقلب موضع نظر الله، ولذلك الله لا يحب من قلبك أن يكون ملوثا. كيف تتلذذ بالقيام؟ ما تلاحظون أن بعضنا إذا مرت 4 ليالي 5 ليالي في رمضان ضعف، وبدأ العد التنازلي للإيمان، وبدأ يفتر مع القرآن، وكان يقرأ 3 أجزاء ثم بات يقرأ 3 أوجه، ثم تغيرت أخلاقه وضاغت صدره، ولا يصل لرمضان إلى نهاية رمضان إلا وقد انطفأ وقود الإيمان. سببه في القلب مزاحم للإيمان. طلعه الله يجزاك خير، أخرجه. القلب ينبغي أن يكون للواحد، لأن الواحد جل في علاه لا يرضى أن يكون في قلبك إلا هو. في الأدواء والأمراض
هذه تجعلك حتى لو تريد تخلص ما ترتاح. ما تلاحظون في أحاديث الصيام والقيام ماذا يقول الرحمن؟ من صام، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قلب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، قلب. من صام أدرك ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا، الجائزة للجميع، غفر له ما تقدم من ذنبه. اللي يجعل الإيمان والاحتساب ينضح بقلبك ويورق ويبدأ يا أخي تشعر بلذة. أقسم بالله لو قدمنا بين يدي رمضان عفو عن الخلق وصفح عن الخلق، ونبدأ بأسوأهم وأظلمهم وأفجرهم في حقنا، وقلت يا رب عجلت إليك لترضى، عفوت فاعف يا أكرم الأكرمين. قصة: كنت في حج من عامين، وألقيت كلمة في مخيم عرفات الله، فخرج رجل من المدينة النبوية ثري، وله أموال عدة، وله عقارات مما ثمنت له بالملايين بل مليارات حول المسجد النبوي، وله مظالم عند الناس، وظلمه مجموعة من العقاريين، وظلمه مجموعة فجحدوا ديونه، وله أموال وفي المحاكم معاملات. فأتى وهو ابن 80 يهادى بين رجلين، ومن الرجلين أبناؤه، أحدهم في 40 والآخر أقل منه. فأتى إلي بعد إلقاء كلمة عرفات فقال أريدك، فقمت معه قبلت ما بين عينيه، مرحبا بعمي. قال يا شيخ مهر الجنة غال، وأنا هنا أتيت إليك لتشهد علي مع ابني، أنا عمري 80 ولي من المال ما لو احترق ما انطفأت حريقه من كثرته، ولي في المحاكم مظالم ب18 مليون، ولدي أراض بما لا أعرف عددها من الملايين. أشهد الله في هذا اليوم الذي يباهي فيه أهل السماء، أشهدك وأنت ومن في عرفات أن كل حق لي على مسلم، مال أو في عرض، كان الرجل غنيا أو فقيرا أو ظالما أو مخطئا، اللهم إنهم في حل، فأعتق هذا الشيب يا رب من النار. ثم جثى على ركبتيه وبكى، فقبلت رأسه وبكى أبناؤه، ملايين وحقوق تتجاوز كما قال بعض أبنائه 100 بهذا بعد اللقاء بهم. فذهب إلى المدينة في أسعد فقال حججت يا شيخ حججا لا عد لها، أقسم بالله ما ذقت ألذ من هذه الحجة، لأني آتي وقلبي ممتلئ وأعود وقلبي محمل، أما وقد فرغت لله فوالله إني أسعد خلقه. تريد رمضان جميل سعيد لذيذ، فيه روح، فيه إيمان، فيه مناجاة، تقول للإمام أطل القراءة، أطل السجود، أطل الركوع، تقوم الليل كله، خلي هذا القلب مما فيه من الأدواء. يا أحبابي أتعبتنا الدنيا ومناجاة أهل الدنيا، فبقي أن نتقدم إلى رب العالمين بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دعوة قبل أن أتحدث معك عن فضائل رمضان، وقبل أن أتحدثك عن آدابه، قبل ذلك هل في القلب سجين تطلقه؟ وهل في الرأس مستأجر تخلي رأسك منه؟ يقول بعض المدربين المسلمين المبدعين هذه الأيام، يقول أنا شبهت من أنا لا أحبه وأفكر فيه بالمستأجر رأسي. أفكر فيك يعني أنت أنا حاطك فوق رأسي، وأبغضك يعني أنت سجين في صدري. ولن يرتاح مؤجر ولا سجان، لن يرتاح مؤجر ولا سجان. أطلقهم ثم أخرجهم من رأسك حتى لا تفكر فيهم، واخلو في بيت الله بالرحمن وناجي ربي، والله يعطيك من حيث لا تحتسب، والله يصب عليك من النعيم ما لا تظن، والله يعطيك روح تعرج في السماء. رمضان ما هو رمضان؟ رمضان هو متجر أهل الإيمان، رمضان
دورة إيمانية مكثفة متقدمة يتخرج العبد بعدها بروح وريحان. في يوم العيد تنزل ملائكته ثم تبشر أهل هذه الأرض برب كريم غير غضبان. الجوائز من يأخذها؟ بعضهم يقول: يا شيخ لا تصعب عفو رب العالمين، الله كريم. أنا لا أصعب عفو الله، بل إن الذي أمر أن تسلم صدرك له هو الله، والذي أمر الصديق أن يعفو عن مصطح، وجريمة مصطح رضي الله عنه أكبر من جرائم كل عيال عمنا اللي أخطأوا فينا. إنه قذف أطهر عرض فداه أعراضنا ودماءنا وأبناءنا وأيامنا وأمة محمد، فداء عرض محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هذه الكبيرة التي تزن جبال الدنيا يأمر الله أن يتصدق على مصطح، وأن يعطى مصطح مالا، وأن يعفى ويصفح. فضمه الصديق فقال: بلى، أحب أن يغفر الله لي. أحبابي، يوسف ما رأيكم في الصديق؟ في الكريم، ابن الكريم. ظلم تجاوز 35 عام. إخوانه رموه في الغيابة الجب، باعوه بيع العبد، بيع خادما في قصر امرأة، والمرأة ليست شريفة بل تراوده في عرضه، ثم يسجن، ثم يعذب، ثم يفرق بينه وبين أمه وبين أبيه، ثم يأتي أخوه إليه، ثم يكذبون عليه وهو سيد مال مصر. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. إيش رأيكم أحبابي؟ يعني لو أبي أسامح تكذب علي بعد هالسنين يسرق، كأنهم يقولون أن أخاه الأكبر وهو يوسف وهم لا يعرفونه قد سرق وهو صغير. كذبوا، ما سرق. يعني لو كنت بسامح ما أقدر. ومع ذلك لما قال: أنت يوسف؟ قال: أنا يوسف. ثم قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. حتى الاعتذار ما قبله. ألا نجعل هذا في أيام آخر شوال يا أهل الإيمان؟ شعبان يا أهل الإيمان شهر رفع الأعمال، وبقي 3 أيام على إغلاق موسم رفع الأعمال. والحبيب كان يصومه لأنه شهر ترفع فيه الأعمال ما بين رجب ورمضان، ويغفل الناس فيه. الغفلة ما هي؟ الغفلة بتصليح المكيفات فقط وبشراء الطعام والشراب؟ لا، الغفلة بأن البعض غافل عن غسل قلبه قبل رمضان، ثم يدخل رمضان والقلب ملوث فلا يستفيد من رمضان ولا يتلذذ بالصيام ولا بالقيام. وعندما قال الحبيب: شهر ترفع فيه الأعمال، رسالة لي ولك يا مؤمن: تأكد من صيانة قلبك، لا من صيانة مكيفك. ما تلاحظون الأيام تغيير مكيفات وتعبئة فريونات، وبعضنا غير مركب سبلت 30 وحدة حتى يتجمد تحته خوفا من حر هذا الصيف، الله يجعله بالعافية. لكن ما رأيك مع صيانة المكيفات تصين قلبك؟ الله يرحم والديك. سول الصيانة بتطهيره، بتغيير ما فيه من خفايا على المؤمنين من غل ومن ما يعكر صفوك. ولذلك باقي 3 أيام ثم تتوقف موسم رفع الأعمال وندخل في متجر الإيمان. ابن مسعود رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: ما كان من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد يجرؤ أن يدخل عليه رمضان وفي قلبه غل على مسلم. ما يجرؤون. لا يمكن يتصور صحابي أو من السلف زعلانين في رجب، زعلانين في محرم، زعلانين في أشهر، لكن إذا أقبلنا على رمضان، تدري لماذا يا شيخ؟ لماذا السلف الصالح يروى أن عثمان، والحديث والرواية صحيحة، عثمان رضي الله عنه قام الليل بالقرآن في ركعة. هذا عثمان ذو النورين. وكان الشافعي وأبو حنيفة يختمان في رمضان كل يوم ختمتين. طبعا بعضنا يقول: شيخ هد شوي، هذه أساطير، هذه قصص 1000 ليلة وليلة. يختم
نعم يختم. يوجد الآن من طلاب العلم ومن الحفظة من يختم في 11 ساعة. 11 ساعة تكفيه إذا كان حافظا يقرأ الوجه من القرآن. وجه القرآن الواحد يأخذ 20 دقيقة مع الحافظ مع الماهر. والقرآن كم؟ 613 أو 15 وجه، اقسمها تطلع 10 ساعات ونص. المسألة ما هي بصعبة، لكن ليه صعبة علي وعلى اللي مثلي؟ لأن القلوب مليانة. القلوب مليانة، لكن لو تفرغت هذه القلوب لطاب لها الذكر ولطاب لها القيام. أنا ما أقول اختم 20 ولا 30 ولا 40 ختمة، أقول اقرأ القرآن في الليل وفي النهار. وهنا وقفة، ترى بعض الناس لا يقرأ القرآن في رمضان إلا في النهار، مع أن قراءة القرآن في الليل آكد سنية وأعظم أجرا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وكان السلف وكانت عائشة تقول إن مدارسة جبريل عليه السلام لمحمد عليه الصلاة والسلام كانت يدارسه ليلا. وإن بعضنا الله يجزاه خير بالريموت والفطائر والمعجنات والعصائر والخير حتى ثقلت قلوبنا بما ملأنا بطوننا، ثم ينام بعضنا الليلة. الإنسان يستطيع يصلي التراويح ثم يعود للبيت بعد أن أوتر في أول الليل فيصلي الليل كله، يصلي الليل كله، وهذا مشروع. إذا رجعت للبيت اجعل ختمة للقرآن في ليل رمضان، ختمة خاصة. وكان السلف الختمة هذه الخاصة يختمون كل ليل، وهم ما يقرؤون إلا بعد التراويح. بعد التراويح يأتون للبيت ينام ساعة ساعة ونصف ثم يصلي إلى الفجر، فقبل الفجر يأكل وجبة. هذا الليل هذا رمضان كله. ويتأكد هذا الفعل في العشر الأواخر، بل العشر الأواخر كانوا لا ينامون الليل، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان ينوم الليل، كان يشد مئزره ويحيي ليله، يعني الليل كله. لماذا استطاعوا أيها الأحباب أن يفعلوا ذلك؟ يقول للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله رحمة واسعة، يقص على طلابه مرة، بسم الله، يقول: كان أبي أي والد الشيخ يستضيف أعرابيا من الموحدين، يعني الشيبان التوحيد الأولين، حافظين القرآن بعضهم عن ظهر قلب وهو لا يقرأ ولا يكتب. يقول: فإذا أتى قرب السحر قال والدي أيقظ الضيف، فإذا أتيت أوقظه إذا هو مستيقظ يقرأ، ودائما يقرأ في جزء النبأ، جزء عما يتساءلون، يا يكون في الضحى يا يكون في العلق يا يكون في البينة. قال: فأقول لأبي إن هذا الأعرابي لا يحسن من القرآن إلا جزء عامة أو آخره. قال: لما؟ قال: لأني أراه كل ما قومته للسحور يقرأ آخر جزء عامة. قال: يا ولدي هذا يختم كل ليل ختمة، وإذا جاء عند السحور لنا في آخر الختمة التي ابتدأها فجرا. تسحر يا عبد الله، بس تسحر. نعم، انظروا هذه القلوب ما تشبع. وقد قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. إن القلب إذا طهر ولم يكن فيه إلا الله وحده فإنه يستطيع يختم ويقوم. نحن نمدح أئمة رمضان، أئمة المساجد، ما المسوغات التي تسبب مدحهم عند الناس؟ صلاة خفيفة. تدري ايش معنى صلاة خفيفة؟ يعني أنه ثلث ساعة مخلص، نصف ساعة مخلص. يعني أننا نمدح من أئمة المساجد من يقلل وقوفنا أمام ربنا، فمن قلل وقوفنا أمام ربنا مدحناه، ومن أطال وقوفنا أمام الله ذميناه. أمر عجيب. تسمى التراويح تراويح لما؟ لأن الناس بعد كل موقفين يرتاحون. وقال لي رجل من طلبة العلم الكبار يقول: والله إن صلاتكم للتراويح هذه الأزمان هي موقف واحد لصلاة جدي. كان جده إمام مسجد. يقول موقف، لأن الموقف الواحد في صلاة جدي 25 دقيقة إلى نصف ساعة، وأنتم صلاة العشاء مع ما بين العشاء والتراويح كلها لا تكون ساعة. لماذا نفرح بعدم الوقوف أمام الله؟ إنها القلوب التي امتلأت بحب الدنيا
دون أن نحب الله. والله من علينا ببلوغ موسم له في كل ليلة عتقاء من النار، ويجمل أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى. إذن الدرس الأول أيها الأحباب هو درس طهارة القلب حتى نستقبل هذا الموسم. فإذا تأكدت أيها المؤمن أن قلبك طاهر، وأن الأغلال قد فكت، وأن الأقفال قد أزيلت، وأن المتشاكسين معك أخرجوا. وللمعلومية قبل أن أنتقل، تدرون لماذا الله يكدر عيشنا ببعض أخلاق أرحامنا؟ تدرون ليه ينكدون علينا؟ عيال العم، عيال الخال، الجيران، زملائنا في العمل. إن تكدير العيش على المؤمن لحكمتين: الحكمة لأن طيب العيش ليس إلا في الجنة، ما في الدنيا طيب عيش. الثاني حتى يخرج الله منا أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام، لنكظم الغيظ ونعفو عن الناس. بل إن بعضنا لن يدخل الجنة لا بصيامه ولا بقيامه ولا بتلاوته للقرآن. يدخل الجنة بماذا؟ بعفوه عن الناس. ولذلك في الحديث تعرفون، تذكرون حديث الرجل الذي كان يداين الناس، فإذا داينهم ماذا يقول لغلمانه؟ إذا رأيتم معسرا فأنظروه عل الله أن ينظرنا. فلما مات قال: عبدي فلان خذوا عبدي إلى الجنة، نحن أولى بالإنظار منه. والله يا أحبابي ما أجملها، ما أجمل أني أعفو وأنا قادر. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يخيره، وفي رواية يزوجه من الحور العين ما شاء. الوقفة الثالثة: شهر رمضان شهر المراقبة. شهر المراقبة، حتى أن الفسقة الذين كانوا قد أقاموا بالكبائر إذا أتى رمضان لو تعطي أحدا منهم كوبا من الماء وهو صائم ما أفطر. حتى الصغير اللي ما صام إلا تدربا وعمره 7-8 سنين، إذا قلت له الصيام والله يراك احذر أن تفطر، لو أراد الفطر أتى يستأذن من أمه، ولا لا؟ أمي أبغى أفطر، خايف أن الله يراه وهو يفطر. يعني أن رمضان درس عظيم للمراقبة. ونحن في زمن أيها الآباء، في زمن كثر فيه خيانة السر وذنوب السر وقنوات الفجور وجوالات المعصية والذين يدعوننا على أبواب جهنم. الله كفانا شر مردة الشياطين، صفدهم، هذا من الجن، لكن باقي مردة الشياطين من الإنس قد نشطوا وتعينوا على وظائف الشواغر للجن، فبدأوا يوسوسون لعباد الله ويزينون المنكر في عيون الخلق. هنا أقول نحتاج إلى أن نربي أبناءنا على المراقبة. ابنك ما يفطر حتى ولو كان ضعيف الصلاة، حتى لو كان قليل الحياء منك، لكن إذا صام يصوم. غالبا أبناؤنا بفضل الله يصوم، ولو تقول لي يا ولدي ورا ما أفطرت اليوم، ما حد يشوفك، الماء معك، لا يراك مخلوق، سيرد ابنك يقول: أين الله؟ أين الله؟ أنا ما أقدر أفطر يا أبوي لأن الله يراني. يا سلام، ما أجمل هالدرس التوحيدي، وما أجمل هالدرس الجميل. نقول بعد وأنا أبوك والجوال الآيفون معك وانت مسكرن البويب وقافله تراه يشوفك، وإذا رحت مع زملائك واختفيت في الشعيب الفلاني ولا تحت الشجرة الفلانية ترى الله يراك. وإذا كنت وأنا أبوك أنا ما أدري وش اللي في جوالك، الله سميع رقيب بصير عليم ملك. إياك أن يكون الله أهون الناظرين إليك. كما أنت يا بني تستحي من نظر الله أن يراك تفطر أو تشرب أو تأكل وهو يراك خوفا من الله منه. إذن يا أبوي يا بني استصحب مراقبة الله واستصحب خوف الله. ثم نقول لأبنائنا: اللي بيرزقك مهو بنا، واللي بيعافيك وانا أبوك مهو بنا، واللي بيمدك بالعمر ليس أنا، واللي بيزوجك مهو بنا، واللي بيجعل العافية فيك مهو بأنا، واللي جمل راسك بهالعيون ترى هو الله. فأصلح علاقتك مع الله
حتى يعطيك ويأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. درس المراقبة مهم. تدرون لماذا أيها الآباء؟ لأن أبناءنا على شفا جرف هار من الشهوات، وهذه الجوالات ترى بعضكم ما ركب في بيته الدش اللي يأتي بالقنوات، وما ركب في بيته عهر، لكن حط جهاز الواي فاي، الجهاز الذي يأتي بالنت، هذا المودم اللي نشتريه ونحطه في البيوت، وله قرون كأنها مدري قرون حية، وقاعد في زاوية من زوايا البيت، ولو تطفيه طلعوا العيال كلهم من الغرف سنهم طفيه عليهم المكيفات. لو تطفي المودم اللي يجيب النت هذا خرجوا من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق عند أبوهم. ولله المثل الأعلى. ومن اللي مطفن هذا؟ وش فيكم؟ وإذا جلست معهم لين كل واحد ينظر. قولوا لأبنائنا والله يا عيالي لو تشوفون القرآن رؤيتكم للنت هذا والجوال دخلتم الجنة بلا حساب، وكنتم من المنقنطرين في الحسنات. فدعوة إلى أن يكون درسنا مع أبنائنا ولأبنائنا. ترى يا أحبابي لا نستطيع أن نسقف الكون، ولا نقدر نقول لعيالنا لا تأخذ جوال، افرطت ولا لا انفرطت، إلا بعض الصغار، خاصة الصغار ممكن نجعلهم يهدئون. بعضنا ما يشتري لعياله الصغار جوال، يشتري لهم آيباد، وما يدري أن الآيباد هذا كمبيوتر، هذا دش كامل وكمبيوتر أو نت كامل يرون فيه ما شاءوا، ولو أراد يحط عليه شريحة صغيرة صار بعد تليفون. ما في شيء الآن، حتى أن بعض أبنائنا يا أبائي يا أخواني يا قرة عيني، ترى بعضنا لا يدري الحمى اللي في النت اللي تحرق الفضائل كلها. وقلت في كلمة العصر والله إن في النت فواحش وصور معرض لها أبناؤنا لو رآها كبار السن لانحرفوا. أنا مرة رأيت مجموعة شيبان في مطار الملك خالد، وكلهم فوق 60، ولابسين ما شاء الله منها الألبسة اللي مهي بألبستنا، وحاطين الكرافتة، وواحد خانق نفسه بهالحبل اللي في رقبته. وأقول له يا أبو فلان عرفت واحد واثنين تواروا ما يريدوني أن أسلم عليهم، وفاتحين الشناط يجمعون القطة جزاهم الله خير، ورايحين انك واحد صابغ ولا تخن الصبغ في خده مسيكين يخفي هالشيب عن الناس، وجالس قدام منظر محزن. وابو فلان وينك رايح له؟ قال والله يا شيخ شفنا شيء فيها النت شيء ما عنه صبر. قلت وشو؟ تنشرون دين الله، توزعون مصاحف في بلاد المسلمين، تدعون إلى الله. قال لا والله مذكور لنا حريم الرخيصات. اي والله يا احبابي. فمسكت رأسي فقلت قال الحبيب صلى الله عليه وسلم اعذر الله الى امرئ بلغه 60 ولم يتب. الله يستحيي من ذي الشيبة المؤمن، اما شيب لا يوقره صاحبه فان الله لا يستحيي منه. اقول هذا دليل على ان ابو 60 دحدر. ماذا نفعل في ابنائنا الشباب الذين قوة الشباب في عروقهم؟ انا لا اخون ابناءنا، ما اخونهم، ولا أدعو الآباء يقولون عيالنا افسدوا وياخذ الجوال ويكسره. لا يا أبو فلان، هذا وقت تعدى، ما نقدر نكسر شيء. الله يجزاك خير. نقدر نتصافى مع أبنائنا ونتصالح مع أبنائنا ونبني جسور المحبة بين أبنائنا، ونتخاوى مع أبنائنا ونخوفهم في الله ونحببهم. لا نخوفهم فقط بل حبب في ربي. قل وانا أبوك لوك الآن بجوالك تنظر حرام، وأنا رأيتك وأنت تنظر الحرام، ألا تسقط أنت من عيني أنا؟ بيقول لك بلى يا أبوي. والله لو تشوفني يا أبوي وأنا أشوف حرام تسقط أنا من عينك. طيب وأنا أبوك عين الله لماذا تسقط منها؟ الله يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أنا ما أراك إذا صكيت الباب، أنا إذا طفيت اللمبة وأنا أبوك ما أشوفك، لكن الذي خلق الظلام يراك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. رمضان درس المراقبة، يعني نعلم عيالنا يا وانا أبوك الماضي بيتوب الله عليه وعليك، لكن رمضان كما أن لا نفطر خوفا من رؤيته كذلك لا نرى الحرام. الرسالة التي بعدها رمضان الصيام فيه ليس لصيام البطون،
أسهل نوع من أنواع الصيام صيام البطن، ولذلك تستطيع أن تنام من بعد الفجر إلى بعد العصر أو قبل العصر وتستيقظ، ثم تنام بعدها إلى قبل المغرب وانتهينا، وتقوم تفطر، ما شعرت بعطش ولا جوع. ولذلك يقول بعض أهل العلم: لو أن الصيام صيام البطون لكان صيام الصغار أفضل من صيام الكبار. تدري ليه؟ لأن قلوب الصغيرين وشحليلها نقية. يقول لي رجل كبير سن في الرياض، في شرق الرياض: ألقيت كلمة عن القطيعة، فقام رجل عمره حول 65 ومشى هكذا حتى أتى إلى رجل تجاوز 70، ثم جلس عنده فاستلم رأسه وقبله، وهذا يدفعه وهذا يدفعه وهذا يبكي وذاك يبكي، شيبان متهاجرين عشان أبناء الأبناء تضاربوا، فخرج أبو الأول يبي يضرب الصغير، فخرج الثاني قال: قف، إن مددت يدك إليه كسرتها. ما شاء الله. وتمشكلوا الشيبان، والصغار رجعوا ودخلوا البيوت. يقول: يا شيخ تطاقوا الضحى الصغار وصلحوا الظهر، وإن لنا 7 سنين ما صلحنا. يا زين قلوب الصغار يا شيخ، فعلا الصغار يتصافون. ولذلك ليس الطعام والشراب، وهذا أحبابي الذي نريد أن نقوله لأبنائنا ولأنفسنا: ليس الصيام ترك الطعام والشراب، الصيام ترك ما يغضب الله في الليل والنهار، ومعها الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نحتاج أن نفهم أحبابي لأبنائنا خاصة أن الليل والنهار في الصيام سواء. الحرام أن أنظر للحرام، بعضهم تعطيه صورة في الجوال في النهار قال: أستغفر الله وأتوب إليه، وطلع المسواك وتسوك، راجعنا بعد المغرب أبشر نجي ننظر ما تريد. هذا حال بعضهم، تلقاه في النهار تقي نقي تبارك الله، ومن يوم يدفن هالنعم في قعر بطنه إذا بالريموت في يده، ثم ينزل في هذه حتى ينزل في أسفل سافلين. من الذي أباح بعد الغروب الحرام؟ لذلك أحبابي الصيام جنة كما قال عليه الصلاة والسلام: ستر تستجن به من غضب الله ليله مع نهاره. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا النصب والسهر. وتعلمون أحبابي بعض الصائمين الله يجزاه خير، لو قيل له الآن قبل رمضان: يا أبو فلان بع شهر رمضان وسأشتري منك ب1,000,000 ريال، والله ما يبيع. أبيع أجر صيامي ويمكن أكون فيه معتقا من النيران، أحد يبيع؟ طيب وراك كل ما جيت بعد التراويح صلحت مع صقع الفناجيل ومع القدوع علقت لك مسلم وسلخته، والثاني فرمته. لو أن أحدنا استضاف أحد في رمضان على مائدة ثم قال: هالسمبوسة لحم مفروم لأبو عبد الله من لحم أبي عبد الله، والله إنه لذيذ مبهر، أحد يأكل لحم مفروم من مسلم؟ والله ما نأكل. لكن لو قال: أبو فلان كابر الراسح علينا هالأيام، وعقب هالريالين اللي جيته شايف نفسه، أبو فلان جايته دنيا والله ما أدري، أنا براي الله ما أدري من وين تبراي الله، خربتها الله يجزاك خير. تبراي بعضهم يظن أنه إذا نفث في صدره وقال أبرأ إلى الله خلاص كفرها، هي خربانة، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. فبعض الصائمين يصوم ليس له من مدرسة رمضان أن يصوم لسانك عن المحارم كلها، حتى أن بعض السلف ومنهم الإمام أحمد روي عن الإمام أحمد أنه لا يخرج طيلة رمضان من المسجد إلا للنوم والطعام، وفي العشر الأواخر لا يخرج قط. فقيل له قال: نحفظ صيامنا. أحبابي في عبادة اسمها عبادة الصمت، عبادة الصمت، ليس الصمت الكامل عن كل خير، لا، ممكن الصمت عن كل ما لا يعنيك،
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والله يا أحبابي ما قس القلوب إلا الحديث فيما لا يعني. كم كلمة تكلمنا هذا يوم الخميس؟ كم كلمة من الصباح إلى اليوم؟ تقدر تحسبها؟ والله عجزنا وتعجز أنت. طيب كم منها في ميزان الحسنات؟ كم منها في ميزان السيئات؟ كم منها لا تنفعك ولا تضرك؟ كلام كثير. رمضان إذا أتى من السنة للمؤمن أن يصوم لسانه إلا فيما يعنيه، ولذا من الهدي في رمضان كثرة المكث في المساجد. إذا صليت الفجر، هذا أنا أقترح على نفسي وعليك، إذا صليت الفجر لا تخرجن من المسجد حتى ترتفع الشمس، ثم إذا صليت الركعتين اذهب إلى البيت ونم. إذا صليت الظهر لا تخرجن من المسجد إلا قبيل العصر بساعة، ثم عد إلى البيت ولك قيلولة ما عندك مشكلة. صليت العصر لا تخرج من المسجد إلا قبل الغروب، ثم إذا صليت المغرب امكث ما بين المغرب والعشاء مع أبنائك. صليت العشاء صل التراويح، عد إلى البيت ونم ركعة ساعتين إلى ساعتين ونصف، ثم قم الليل مثنى مثنى، لأنه لا يجتمع في ليلة وترين، فستصلي ساعتين ونصف أخرى. وش رأيكم في رمضان؟ يقول لي واحد كذا، يعني أجمل ما يكون لو أن الله أعانني وأعانك عليه. ستختم جزما بلا تكلف في كل 3 مرة. سووا اللي أنا قلت لك، بس هذا برنامج بسيط، فيه نوم وفيه سوالف وفيه قهوة وفيه جلوس مع الأسرة، لكن فيه أن الوقت الحيوي وأن صائم وفي الليل مع الله. وأجمل درس في رمضان الخلوة بالرحمن، أن يكون 24 ساعة إما نائم أو مع الله، والأسرة أعطيها ساعة ونص، ساعتين، ساعة وثلث جلسة معها، أدعوهم لمن يستطيع أن يذهب معي إلى المسجد، أحرص على أن ينوموا في الليل. المهم أخلو بالله. ما معنى الخلوة بالله؟ نحن الآن أعمارنا 11 شهر ونحن نتكلم مع المخلوقين. نجي نصلي، لو جمعت الصلاة ووقت الصلاة 5 فروض مع النوافل، لو جمعتها كلها ما تصير ساعتين في اليوم، ما تكون ساعتين. 22 ساعة بين النوم وبين الخلق. ألا نتفرغ في شهر من شهور العام حتى نكون مع الخالق؟ مناجاتك لله، تلاوة القرآن. وهنا لفتة اسمعها مني يا مؤمن، أجمل القرآن تلاوة ليس أن تستند على هذه السارية وتقرأ. أجمل للقرآن في رمضان خاصة أن تقرأ كل القرآن في صلاة ما استطعت. ترى بعضنا يأخذ المصحف ويقعد على العائل هذا، ويأخذ كرسي ويجلس يمين، هذا جميل، لكن تريد أجمل منه. حتى لو كنت بعد صلاة الظهر، يا أخي قم صلي ركعتين واقرأ القرآن في الصلاة، واختم في الصلاة، وخلك ختمات أخرى في غير الصلاة. لكن كان السلف الصالح معظم قراءتهم كلها في صلاة. صلي ما بين الظهر إلى العصر، ما بعد العصر هذا وقت نهي. نعم اقرأ القرآن جالسا، لكن بعد المغرب، بعد العشاء، قبيل الفجر، بعد طلوع الشمس، هذا كله إلى أذان الضحى اجعلها في صلاة. ستجد أن القرآن لذيذ وجميل أنك تهيئ لك مصحف كبير كهذا، وأن ترفعه مسندا لك فيكون بين يديك، تقرأ وتفتح وهو مفتوح بين يديك. وحمالة المصاحف الطويلة قيمتها 70 ريال، والمصحف قيمته 100 ريال الكبير، وكن معه تخاطب الله، لأن القرآن كلامه ورسائل منه جل وعلا إليك. فكن يا عبد الله مستعدا للخلوة بالله. الدرس الذي بعده، رمضان مدرسة تغير الأخلاق السيئة. عند بعضنا عنده عجلة وسرعة، وعند بعضنا حقيقة تقول ما شاء الله يركض ركض، تقول على يعني ما بيشبه بشيء، لكنه غضوب يتسارع إليه الغضب. الحلم رحل، أخلاقه سيئة، لسانه طويل، يده أحيانا تمتد،
هذا يجب أن يأتي إليه رمضان فيقصر لسانه ويديه عن كل مسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما الدليل على أن رمضان يهذب الأخلاق؟ قوله عليه الصلاة والسلام عندما قال وإن سابه الصوم جنة، ثم قال بعد ذلك فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، معنى ذلك أنا قادر على أن أرد عليك. وبعضنا الآن في رمضان إذا جيته بعد العصر خاصة في أول يوم جيت تكلمه قال ترى يا أبو فلان واصله لين هنا. ليه يا أبو فلان؟ الله يعلم واصله وأنت الآن تستقبل الجنة، أنت الآن لك دعوة مجابة، الآن بيأذن المغرب وتنفتح السماء لدعاء الداعين ويرفع إلى الله بعض عباده من أهل الجنان، وأصله ليه لين هنا؟ لماذا بعضنا ضايق؟ بعضهم طبعا فاقدنا القهوة جزاه الله خير، وبعضهم ما تعود على الصيام، ولذلك كان من السنة في شعبان أن يكثر الصيام، لأن شعبان نافلة قبلية قبل رمضان، كما أن الإنسان يصلي قبل الفريضة كذلك يصوم قبل الفريضة ويصوم بعد الفريضة كالصلاة، بعضها قبلية وبعدها بعدية وبعدها قبلية وبعدية. اللي متعود للصيام فإنه لا يضره أول يوم. يروى أن جارية كانت عند بيت كل أهله صلاح ولكنهم فقراء، وقديما كانت الجواري يبيعها الإنسان لأنها ملك يمين، فباع الرجل الصالح جاريته إلى رجل آخر، فلما باعها في شعبان، فلما أتى آخر شعبان ابتدأ يجمع الطعام. صاحب البيت الجديد قالت له جاريته يا سيدي لماذا تجمع الطعام؟ قال لي رمضان. وقالت وهل رمضان للطعام أم للصيام؟ يعني تجمعون الطعام هذا صيام، المفروض أنكم ما تشترون في رمضان شيء، يكفيكم اللي عندكم ويكفيك ما عندك. قال لا، إننا لا نصوم حتى نجمع الطعام هذا كله. قالت ألا تصومون غير رمضان؟ قال لا نصوم إلا رمضان. قالت بؤسا لكم، فقد خرجت من بيت قوم دهرهم كله رمضان، يصومون يوما ويفطرون يوما، ويقسمون الليل أثلاث، الولد للثلث والأم لها ثلث والأبو له الثلث، وكل واحد يقوم الثاني. ردوني إلى سيدي فأنتم بيت سوء. الله والله لو جتها الجارية الأيام عندنا كان ما رضيت أن يكون أحدا منا سيدا لها، صحيح، لأنها لن ترى ما يرى سيدها الأول. أعود إلى الأخلاق. أحبابي، أفضلنا من؟ أفضل رجل موجود في المسجد الآن لا تذكر لي من صيامه ولا من صلاته ولا من صدقاته، ولو كان هو اللي بنى في محافظة بدر كل المساجد، ولو كان كل أيتام بدر على كفالته، ولو كان كل الأرامل هو يرعاهم، هذا ليس خيرنا. من خيرنا؟ خيرنا أفضلنا خلقا. ومن الذي سيشهد له بالخيرية؟ الحين عندنا سيارة 2016 جديدة بنعطيها واحد لخيرنا على الإطلاق، وقلنا خيرنا ليس أتقانا في الظاهر، أفضلنا خلقا. من الذي يعطيك السيارة أو الشهادة أو الدرع لكي تكون خيرنا؟ هي زوجتك. الله لا يفضحنا. بعضنا سيرسب في الاختبار لقول الحبيب خيركم لأهله، خيركم على الإطلاق. ولذلك حسن الخلق هو أعظم عبادة تجدها في ميزانك يوم القيامة. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. بل من أكملنا إيمانا؟ هل هو الذي يصوم يوما ويفطر يوم؟ الصيام جنة. لا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لا إله إلا الله. أكمل، أثقل، أجمل، كلهم أهل الخلق. نعم. ولذلك يأتي رمضان ليعدل السلوك السيء عند بعضنا. ولذلك إذا كان الله ورسوله أمر الصائم بأشق
أنواع الأخلاق على الإطلاق، وهو الحلم. الحلم، ترى كل شيء ممكن ندعيه إلا الحلم. قد تبتسم في وجهه وابتسم، لكن زعل واحد وشوف ردة فعله. والله إني ما أدري يمديك ترى ردة فعله ولا ما يمديك. يمكن ما يمديك، يمكن يبدأ يمد يده أو لسانه عليك. فحسن الخلق معناه كظم الغيظ، كف الأذى، بذل الندى، طلاقة الوجه. وهذه تؤدي إليها الصيام. لما؟ لأن الذي سود أخلاقنا وسيء وأفسدها هو الشيطان، لأنه يجري منا مجرى الدم. فبالصيام تضيق مجاري الشيطان، فيتدرب الإنسان شهرا كاملا على ضبط نفسه، على ضبط غضبه. فإذا خرج من رمضان إذا هو ذاك الرجل المطمئن. عمر بن الخطاب رضي الله كان رجل غضوب، كان جبارا في الجاهلية. من جبروته أنه لما سمع بمحمد عليه الصلاة والسلام أن الإسلام وصل إلى أخته فاطمة بنت عمر سل السيف من غضبه يريد قتل محمد صلى الله عليه وسلم. فلما غربت الشمس أسلم، وصار محمد عليه الصلاة والسلام أحب إليه من نفسه. تغيرت أخلاق عمر ولا لا؟ ما مات إلا في خديه خطين أسودين من البكاء. تعدل بالإيمان، يعني الذي ما تعدلت أخلاقه ناقص الإيمان ولو أشرنا إليه بالبنان. ناقص الإيمان ولو أخذ دكتوراه في علم الأخلاق فاشل. فاشل لما؟ لأنه من أنقص الناس إيمانا. أكمل المؤمنين إيمانا أكملهم خلقا. أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إن أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. إذا شفت واحد الناس ينفرون عنه، هذا دليل أن رصيده في السماء ناقص ورصيده في الإيمان ناقص. أعوذ بالله، نعوذ بالله ممن هذا حاله. قال الحبيب إن أبغض الرجال إلى الله، أبغض رجل ولو كان من الصائمين القائمين المقنطرين في الحسنات في الظاهر في العبودية القاصرة له، أبغض الرجال إلى الله. والحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال: الألد الخصم، اللي حاد ودائما إذا دخلت معه في كلام احرقك، لا يرى إلا رأيه، وفي خصومات، مرة في المحكمة مرة في الشرطة، ودائما إذا جلس المجالس تسيدها. وبعض الناس ودهم يسولفون لكن فلان فيه ما في سوالف، وإذا دخل اقطعوا الضحكة والهرجة. أعوذ بالله، هذا من اللذات، هذا مفرق الجماعات، هذا ما صار مؤمنا. ولذلك يأتي رمضان ليبعث في النفس الطمأنينة والسكينة. إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله. ومن الوصايا معاشر الأحباب التي نختم بها أن شهر رمضان مدرسة الجود. مدرسة الجود لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة عندما يلقاه جبريل، أي أن القرآن والصيام تحبب الإنسان للبذل. ويا أيها الأحباب، إذا أتى شهر الجود وحرم الإنسان البذل فإنما حرم نفسه. كان من السلف الصالح إذا طرق عليه الفقير الباب قال: مرحبا بمن أتى يغسل ذنوبي. نعم، الفقير له حق علينا، الفقير له حق، ونحن على أنفسنا حق. فمن الحرمان أيها الأحباب أن يأتي شهر الجود ورب العالمين وهو الجواد سبحانه يمن على عباده بالعتق من النار، مع أنه لو حاسبنا بعدله ما دخلنا الجنة. ويحب من عباده أن يرحموا عباده. ولذلك ورد في الحديث: استطعمتك فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ أنفق يا ابن آدم ينفق عليك،
وشهرنا نحن هذه الأيام استلمنا الرواتب ولا لا؟ نزلت في الحسابات. الآن هو وقت الاختبار. والله إن كثيرا من أموالنا في رمضان تنفق في أموال تذهب، وأطعمة تتلف، وأموال لا تخلف. ألا نودع بعضها لله؟ اتصل في عامنا قبل الماضي رجل فقال لي: يا شيخ لدي زكاة، وكان عندنا مكتب. قلت: أغلقنا الباب وانفض الناس وبقي على العيد 3 أيام. قال: أوصني. قلت: أوصيك أن تذهب إلى السجن. قال: ماذا أصنع؟ وتسأل؟ قلت: اسأل عن أصحاب الحقوق المالية الذين عليهم 20 40 50 100، وزكاتك فيما أعلم أنها كثيرة. بما بحد زكاتك أطلق السجناء من السجن، ثم انظر في حال أطفالهم إذا خرجوا كيف يحضنونهم. ستشعر بلذة ما شعرتها وأنت عندك ملايين سنوات طوال. فانطلق وطلب ملفات السجناء وقال: كل واحد تحت 50,000 أعطونيه. فأعطوه مئات الملفات، فأخرج بعضا منهم. قال: فقلت لهم بشرط يخرجون. قالوا: المعاملة تحتاج أكثر من 3 أيام، لأنها تخرج من السجن إلى الحقوق الخاصة أو الخاصة، ثم بعد ذلك الأمارة ترد. قال: أنا ما أقبل المعاملات هذه. فاستأذنوا أحد المسؤولين، قال: فعلا إذا أعطاكم شيك مصدق أو نقدا وأودعه عندكم أطلقوا السجين. فبدأ يطلقهم. أطلق في الدفعة الأولى 40، ثم جلس عند الباب وهم يطلقونهم عند الظهر. فجلس على كرسيه فنظر بنيات يبكين، وهذا شايل الكيس، ما كان عنده نية أنه يعيد مع أبنائه. قال: والله لقد بكيت بكاء ما بكيته قط، والمال مال الله وأنا عبد الله. فذهب وضاعف قيمة زكاته 3 سنوات. يعني لو كان 1,000,000 طلع 4 مليون، وأخرج ما يزيد عن 177 سجين، كلهم عيدوا. أسألك بالله، أحسنت إلى خلق الله ألا يحسن إليك؟ وأعظم إحسان الله أن تراها عافية وانشراحا وسعادة في نفسك. كم من أرحامنا في شهر رمضان لا يطعمون ما نطعم. بعضهم ما يستطيع، ما عنده ذبيحة لرمضان، يأكل منها المجمدات وغيره. أنت قادر. بعضنا لربما أحبابي ما عنده مكيف. الآن بعض الأسر أسرار، بعضهم ينامون كلهم في غرفة المقلط ولا المجلس، لأن اللي يعمل من المكيفات 1 أو 2 وهم كثير. يا أخي اشتر 2 3 وركبها. 4,000 ريال تبرد لك يمكن في قبرك ما لا يبرده مكيفك فوق أرضك. ما أجمل. نحن نشتري أطايب الطعام، وجاء أجمل ما في السوق، نذهب للرز الغالي والسكر الغالي والذبيحة الطيبة. ألا تجعل ذلك لمن حولك من الجيران ومن الإخوان ومن الخلان ومن الإخوان، وافعلها الآن وبادر. شهر الجود، شهر الرحمة. وإذا قدمت بين يدي شهر الرحمة رحمة عباد الله رحمك، هو أولى بالرحمة منك. ثم إن العبد في رمضان يعلم بأن المال مال الله، فعيب وعار على الإنسان أن يقال له رد اللي أخذت من الله، فيقول: لا، مالي. والحبيب يروي لنا، الله في الحديث القدسي يروي لنا أن الله يقول في الحديث القدسي: يقول ابن آدم: مالي مالي. فيقول الله له: وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت أو أبقيت. أحبابي، لو قيل لنا أخرج من مالك كله، وهذه البيت اللي أنت فيه بعد أخرجه صدقة ولك الجنة، تخرج ولا ما تخرج؟ والله أن تخرج، والله أن تتصدق بكل اللي عندك. طيب يا أخي، أنت شاك في وعد الله، شاك في عطاء الله، شاك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أول صنف الذين ينفقون في السراء والضراء، حتى ولو عليك أقساط، حتى ولو عليك ديون، حتى ولو كنت تخشى الفقر، أنفق. فإذا رأى الله منك الثقة في وعده أعطاك بلا حساب. والله إذا أعطى
أدهش العقول عطاؤه. ولذلك أيها الأحباب الله إذا أعطى علم بعبده أنه صدق، ويقول الله: فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى وصدق بالخلف، صدق أن الله يعطيه. أحبابي، أنت ما تعطي مخلوق أسلفه ويمكن ما يردها، أعطيه يمكن ما يعطيني، أنت تعطي الذي أعطاك. أنفقوا من مال الله الذي آتاكم. الله هو المعطي، فلماذا؟ ولذلك أحبابي ذكر الله صنفا من عباده، الله لا يجعلني أنا ولا أنتم منه. ومنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. هو الغني. ولذلك في رمضان أحبابي كان الصالحون السلف الأمة يقولون: وهل رمضان إلا إطعام الطعام والصيام والقيام، فجعلوا مع الصيام والقيام إطعام رمضان. ولذلك نختم رمضان بزكاة الفطر تطهرنا، لأن في يوم العيد عار على المسلمين أن يجوع في يوم العيد جائع، فيخرجون زكاة أبدانهم، حتى الفقير يخرجها، حتى الصغير تخرج عنه. أمة علمها دينها أن الذي نبقيه معنا هذا نخسره، واللي نعطيه الرب هذا الذي يبقى، هذا الذي يبقى. ترى أحبابي مشكلة كثير من الناس في النفقة أنه يعتقد أن المال ينقص. صدقت ب500 الله يخلفها، يعني مالي نقص. مفروض تقول بقي من مالي 500 الله يخلفه، العكس. ولذلك عندما تصدق عليه الصلاة والسلام بشاة وأمر الحبيب أن توزع، قامت عائشة أخذت كتفها، قالت: هذه اللحمة يحبها صلى الله عليه وسلم، فتصدقوا بها كلها. هل نحن أحبابي إذا أتينا بالذبيحة نتصدق ب3/4 ونبقي الربع؟ بعضنا يتصدق بالربع ويبقى 3/4 ويرى أنه قد فعل فعلا لا يفعله أحد غيره. قال: كم بقي يا عائشة؟ بقي من الذبيحة؟ قالت: ذهبت كلها إلا كتفها. قال: لا يا عائشة، بل بقيت كلها إلا كتفها. اللي بناكله هذا مو لنا، هذا الذي لا نؤجر عليه إلا أن تقوى الإنسان به على الطاعة. لذلك في رمضان جميل أحبابي أن نكفي الناس. وأحبابي تغيرت تضاريس الغنى في بلادنا، فبات كثير من الذين يظاهرهم الغنى في داخلهم فقر. الديون، ديون. لو نقول الآن للحاضرين من اللي ما عليه دين ما طلع إلا 10 أو 20، والبقية مرهونة ذممهم في البنوك، واللي يقصدون سوا وصابون والبن واللي ما هو مديون كافر ولد عمه ولا سدد، والله يعينه بيسدد. وبعضنا لا يأخذ راتبه، الرواتب كلها. سيارتك قال دين، بيتك دين. قال واحد: لا أبشرك أم محمد دين. زوجته لأن يقول أخذت لها مهر ما بعد سددته إلى الآن، دين في دين، وتجد أنه مغارق. فنقول تلمسوا احتياجات الناس. ما يعني أن راتب فلان 15,000 أنه غني، لا، في بعضهم 15 وفقير. يسألني بعضهم يقول: يا شيخ يا ولد عمي راتبه 21,000 أعطيه من الزكاة، كم يبقى له؟ قال: يبقى له 3,000. هذا فقير مع سبق الإصرار والترصد. هذا أولى الناس بالعطاء. ليس العبرة في راتبه، العبرة ما يبقى له ولأبنائه. وإذا كنت تخشى أنه سفيه إن أعطيته المال فأفسد، أعطها زوجته يا أخي، قد تكون أرشد منه وأحكم منه. ما يقدر يا أخي خذ المال، اشتر له مقاضي البيت كلها، سدد عنه قسط. بعضهم لو سددنا قسطين عنه بقي من راتبه 4,000 3,000، نروح للدائن ونسدد قسطين 3 عن ابن عمي عن أخي، وبهذا تبرأ ذمته ويغتني قليلا في رمضان. رمضان شهر الجود، ومن الجود تفطير الصائمين، وهي والله نعمة ومنة. والعجيب في تفطير الصائم أن الله يعطي أجر الإفطار أو التفطير على من سقى شربة ماء أو مذقة لبن أو تمرة. وأنتم من المميزين في مشروعكم المبارك، المشروع المسدد المبارك الذي علمت أنه في الشهر يفطر أكثر من 35,000 إنسان، أي بواقع كل يوم أكثر من 1200 صائم. جميل أيها الحبيب أن تكون من مفطر الصائمين.
تستطيع. أذكر عجوزا في الرياض عندها فلة في حي الفيحاء في الرياض، وعندها جنب الفلة أرض، فجعلت بيتها وقفا لله في دار تحفيظ، سكنت في الدور الأرضي في غرفة والباقي تحفيظ وقف، وهمشت الصك. ثم الأرض المجاورة لما سمعت بالتفطير في الصناعية وهي تسكن قريب منها الصناعية، قالوا نفطر يم فلان كل سنة كل يوم نفطر 5000. 5000؟ قالوا نعم، وكل شخص 5 ريال. قامت فباعت الأرض التي بجوارها وأعطتها مكتب التعاوني، فتعلم القرآن هنا وتفطر هناك. ما عندها لم يبق لها من المال إلا محل إيجاره في السنة 20,000 تنفق على نفسها بها، ثم أوقفت المحل وجعلته بعد الموت يعني معلق بالموت وصية، ما جعلته ناجزا. والعجيز بعصاها أغنى منها. لكن لماذا هي قدمت كل مالها لله؟ لأنها تريد إيداعه، تريد نور القبر. أحبابي، أعظم أمنية للميت بعد الموت أن يتصدق. وبيصلي يتصدق أولا، ليس أن يزكي، الزكاة واجبة غصب عنه، لكن لا، يتصدق شيئا زائدا عن الزكاة. والدليل قول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. يعني يبغى يرجع عشان يتصدق. وترى بعضنا يا آبائي ويا قرة العين جامعين الأمهات 5 خايفين على العيال يجوعون. هل أنتم تجمعونها لهم؟ مهم بذاكرينكم إلا من أصلحهم الله منهم. فاجعل سراجك بين يديك لا سراجك خلف ظهرك. أخرج من المال وانت حي وتشوفها بعيونك. يقول ما هو بمقصرين بعد ما أموت. يا حبيبي، أنا عند مجموعة ورثة ميراثهم 190 مليون نقد في الراجحي. هذا النقد غير المصانع والإبل والمزارع لأبوهم. أقول لهم أبوكم كتب وصية؟ قالوا لا. أوصى بالثلث؟ قالوا لا. طيب اجتمعوا، نحن في العزاء اليوم الثالث من العزاء، أتيت واحد أعقلهم قلت يا أخي ابنوا مسجد لأبوك، ابن جامع، تارك لكم هالملايين. قال ما نفع نفسه فننفعه. والله ما بنوا له مسجدا ولو في خارج المملكة، ما نفع نفسه فننفعه. يعني اسكت يا شيخ ولا تضيق صدورنا، خذ فنجال واقلب وجهك. وفعلا خذت فنجال، ما شربت الفنجال، قلبت وجهي بس. لذا أيها الأب المبارك يا صاحب المال، قدم واجعله نورا يسعى بين يديك. وأعظم وأبرك المواسم الانطلاق بالجود في رمضان. طلع الله يحفظك أمهات 5 التي ضاقت صدرها وضاق مقامها وتجمعها. أنت لست الرزاق لأبنائك. ترى بعضنا خايف على أبنائه أن يموتوا بعده. ليه؟ أنت الرزاق ذي القوة المتين، الرزاق ربي. وترى الرزق لعيالنا بيجي أن موجودين ولا بعده. وبعضنا مهوب مغتنين عياله لين يموت. يعني هو ترى اللي سبب فقرهم. إذا ما تغتنوا بإذن الله يجيهم الأرزاق من كل حدب وصوب، فلسنا نرزقهم ولا نعطيهم. لذا أخرج من مالك الثلث. يقولون إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما مرض فقال يا رسول الله ليس لي إلا ابنة واحدة أريد أن أخرج مالي كله. قال لا. قال نصفه؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. لأن تترك ورثتك أغنياء خير. الحديث يقولون كان في مرضه يخشى أن يموت، فلما أوصى بالثلث ما مات إلا وعنده أكثر من 25 ابنا. يوم يكتب الوصية ما عنده إلا بنت واحدة، جاء 24 عقبها الله يجزاك خير. لأن بعضهم إذا تكتب الوصية قال انتبه خاف أكتب الوصية ويجي ملك الموت بكرة درى أني كتبتها. يا أخي ليس هذا حق. أخرج المال واكتب الوصية واجعل انطلاقتك في الأقربين. ما أجمل مالك، ابن عم، أخو، أخت. ترى بعض الأخوات زوجها فقير، امسح عناءها، خذ لك 3000 5000 ضعها في يدها، وهذه 2000 وهذا 1000
وهذا يسدد عنه قسط، وهذا يشترى له مقاضي. أخرج لك مبلغا مقطوعا وقل يا ربي اجعله في الخالصات ولا يعلم أحدا عنك، واجعله في هذه الأيام. وأحيانا يكون شعبان أبلغ أجر من رمضان. كيف يكون ذلك؟ لأن الأجر معقود ومرهون بحاجة المحتاج لا بالزمن الفاضل. لو قيل إنسان محتاج في شعبان الآن مقاضي، الآن هو محتاج، وفي رمضان ما هو محتاج بيجيه منكم من غيرك، صار إعطاء الفقير في شعبان أولى من إعطائه في رمضان. فلا تمسك نعمة الله عندك، وأعطي الفقير على قدر حاجته وفي زمن حاجته، وعجل بها، عجل بها، فإن التعجيل بها كما أنك اللهم اغفر لي. تبي يغفر لك متى؟ بعد 20 سنة؟ تبي الآن. ارزقني، أنت بالرزق ما توصل البيت إلا والخير جاي. أنت تريد العجلة في الرزق وفي العافية وفي الغنى. إذن عباد الله عجل لهم حتى يعجل الله لك ويعطيك بلا حساب جل وعلا. هذه أيها الأحباب دروس في شهر البر وشهر الجنة ومتجر أهل الإيمان، وقفات وقفتها. اسمحوا لي إن ندت كلمة لم أعنها، لكنني أحبابي تكلمت إلى قلوبكم. أتمنى أن يكون هذا الرمضان غير. يقولون جدة غير، لا، رمضان غير. ونقول رمضان غير لماذا؟ لأننا سنصوم جميعا صوم المودعين. لو أن ملك الموت خرج مع باب المنبر ووقف هنا ثم نادى في مسجدنا هذا: أخبركم أن الله قضى وقدر أن رمضان هذا آخر رمضان لكم، ماذا نحن سنصنع لو علمنا أن رمضان هذا آخر رمضان؟ نحتاج محاضرات، نحتاج أحد يحدثنا في النفقة وفي الصيام وفي تلاوة القرآن وصلة الأرحام والعفو عن الناس. والله ما نحتاج. ستبكي العيون وسنطلع. وإذا قلت يا أبو فلان ما أنت بتطلع من المسجد، قال والله هذا آخر عام لي ودي أضبطه. طيب أسألكم بالله، من الذي عنده ضمان من الله أن يصوم السنة الجاية؟ بل السنة هذه ما ندري. إذن يا أحبابي صوموا صوم المودعين. سيكون رمضان إذا صمت صوم من لا يصوم بعده، صوما عجيبا جميلا بعد خلوص القلب من كل غل، ويوم أن تخلص العمل لله وحده. فوداعا للكسل، فإن متجر الإيمان قد فتحت أبوابه بعد أيام، وستغلق النيران حتى تكون نفسك مطمئنة. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحم كل نفس مؤمنة ما أدركت رمضان، وارحم كل نفس مؤمنة كانت أمنيتها أن تصوم معنا. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل عيدهم عندك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن صام إيمانا واحتسابا، وقام إيمانا واحتسابا، وأدركت ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا، فغفرت ما سبق من ذنبه وسترت عيبه وأعتقته من النار. اللهم فرق جمعنا هذا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. اللهم اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم أمنا مما نخاف، وأعطنا ما نرجو، واختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا خواتمها، وخير الأيام يوم أن نلقاك. يا رب توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، ولا تقبض أرواحنا إلا وقد أريتنا منازلنا من الجنان. يا رب جازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، ونادنا في هذا المكان بعد نهاية لقائنا. يا رب نادنا من السماء نداء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.